تعالى اوريكم طريقتي في اكتر اكله انا بحبها في الشتاء. عشان اسهل عليا الاكله اللي انا هعملها بجهز كل حاجه من قبليها عشان كل حاجه تبقى حواليا. جهزت المكرونه، الحمص بغسله من قبليها وبنقعه في ميه سخنه 3-4 ساعات عشان ما ياخدش سوا معايا على النار. والعدس بغسله كويس وبسيبه برضو منقوع ساعه او نص ساعه عشان ياخد سواه كويس مع الرز. وهنا بقى بقطع البصل على حسب التقطيع اللي انت عايزاها. انا قطعته مربعات صغيره للعدس، وقطعت الجوليان هنا عشان احطه التقليه على الوش. حطيت ملح وحطيت نشا وهحط عليه معلقتين دقيق، والمقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت. هنا الزيت بكتر زيت شويه عشان بعمل بيه كل حاجه في الكشري. اول ما يسخن كويس هنزل بالبصل، وانا بنشف البصل كويس عشان التتبيله تلزق فيه، تتبيله النشا والدقيق. اول ما ياخد اللون الذهبي ده بطلعه على طول، عشان لو خد اللون الغامق شويه البصل بيمرر. والتتبيله بتاعته دي هي اللي بتخليه مقرمش وتحفه كده. بنزل في حله تانية بشويه زيت وبنزل بالشعريه. اول ما تاخد اللون الذهبي برفعها على طول من على النار. نيجي بقى للحمص، نصفي الميه اللي كان منقوع فيها، نحط له ميه نظيفه، نرفعه على النار عشان بياخد سوا معانا. قبل ما نخلص سوا العدس يكون هو كمان استوى. نيجي بقى لسليق المكرونه، هننزل بميه نسيبها تسخن ونحط فيها المكرونات، نحط فيها شويه زيت وشويه ملح عشان المكرونه ما تلزقش في بعض. الحله اللي كنا عاملين فيها البصل هنصفيها من البواقي بتاعه البصل بتاعتها، وهنعمل فيها العدس والرز. نزلت هنا بالبصل اللي قطعته مكعبات صغيرة ومحطوط عليه ملح وكمون وكزبرة وشوية فلفل اسود. بخلي البصل هنا تبقى لونها بني، لون التقلية. البصلة الغامقة هنا بتخلي لون الرز لونه بني، وانا بحب اللون ده. ممكن تخليه لونه ذهبي كده والرز يبقى فاتح. بشطف العدس من المية اللي كان منقوع فيها وبنزل بيه، اشوح بس تشويحتين كده وبنزل بالرز. الرز هنا مغسول، بقلبه تقلبتين مع العدس والبصل، وبعدين بنزل بالشعريه بشوحهم كلهم مع بعض شويه، وبعدين بكون حاطه ميه بتسخن، واول ما الميه تغلي بنزل على الرز والعدس. الاول بكون معليه النار عليها وبظبط الملح بتاعها، بشوف لو محتاجه ملح بحط ملح، وبعدين لما الميه تغلي من كل الجوانب وتقل شويه بوطي النار عليها واسيبها تستوي براحتها. الرز استوى معايا هنا ومفلفل وتحفة. الرز استوى زي العدس زي الشعرية، كلهم كانوا سوا واحد، مفيش حاجة فيهم كانت معجنة. والمكرونة استوت. نيجي بقى للصلصة. أنا كنت واخدة شوية زيت من تحميرة البصل ونزلت عليهم ب3 فصوص من الثوم. بحط عليهم معلقتين من صلصة الطماطم الجاهزة، هي بتديها طعم وبتديها لون، بس لو مش متوفرة بنكتفي بعصير الطماطم. انا سبتها هنا شوية على النار ونزلت بعصير الطماطم. وعصير الطماطم هنا انا مش بحب اصفيه بتاع الكشري. نزلت عليه بشوية ملح وهسيبها تتسبك براحتها. نيجي بقى هنا للدقة، مية سخنة ونزلنا عليه ب3-4 فصوص من الثوم وربع كوباية من الخل الأبيض، وهنزل بعصير ليمونتين تقريبا، والكمون وشوية كزبرة. يا جماعة الدقة دي أنا أكتر حاجة بحبها في الكشري. وحطيت عليها ملح، وكده الدقة تكون خلصت معانا. نشوف الحمص استوى ولا لأ، وكده كمان الحمص يكون استوى معانا. نيجي بقى للحظة الحاسمة، أسيبكم بقى تتفرجوا على اللمسات الخطيرة الأخيرة. كده نكون خلصنا، والطعم تحفة والكمية كبيرة والنظافة مش عايزة أقول لكم، وأقل كتير تكلفة من بره. ويلا جربوه قولوا لي رأيكم.